انت عمرك سالت نفسك ايه اللي صناع المحتوى بيكسبوه من تنزيل الفيديوهات بتاعتهم؟ مع ان الفيديو بيحتاج وقت ومجهود كبير جدا من تظبيط معدات واضاءه وتصوير ومونتاج عشان يقدروا يطلعوا الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي. صناعه المحتوى من الحاجات المهمه جدا جدا دلوقتي والفتره كبيره قدام، لان صناعه المحتوى بقت منتشره حوالينا بشكل كبير جدا، واحسن طريقه ان انت تجذب بيها العملاء بتوعك هي ان انت تعمل محتوى تعلم فيه الناس الحاجه دي. فاي صانع محتوى مش بيكسب من مشاهدات الفيديوهات، لان مشاهدات الفيديوهات مش بتترجم لفلوس زي ما الناس متخيله، اللي واحد جاب مليون فيوز يبقى بالتالي هياخد 100,000 50,000 10,000. الموضوع مش بيتم بالسياسه دي، الموضوع فيه حاجات وفيه الجوريزم بتبقى اصعب من ان انت اساسا الفيديو بتاعك يجو فايرال. امال صناع المحتوى بيكسبوا منين؟ خليني اقول لك ان صانع المحتوى بيبقى عنده اكتر من مصدر دخل. اول حاجه اللي هو بينزل الفيديوهات اللي انت بتشوفها دي، او لو هو شخص بروفيشنال بيقدر اللي هو ينزل الفيديوهات بتاعته على مواقع تعليميه زي كورسيرا ويوديمي، فبالتالي اي حد بيدخل يشترك في الكورس ده هو بياخد نسبه والموقع بياخد. ثاني حاجه وهو ان انت بتجيله شركات معلنه بتقول له احنا عايزين نعلن عن المنتج ده مقابل سواء هياخد فلوس او هياخد المنتج نفسه، ودي اكتر صناع المحتوى شغالين